السلام عليكم. فيديو النهاردة فيديو مميز هنعمله فيه حاجة مهمة جدا في رمضان، كلنا بنحبوها وكلنا بنعملوها. هي السمبوسة أو السمبوسة بشوية مية ودقيق بس. هتعملي كمية وفيرة كويسة خالص من السمبوسة، هتكفيكي كمان وهتعملي منها وهتفرزي في الفريزر. وهقولك كمان على طريقة فرد كويسة خالص وسهلة خالص، وهقولك كمان ازاي تشكليها. بس لو أول مرة تشوفيني ياريت تكملي الفيديو معايا للآخر. في بولة بقى أو طبق غويط هنزل بكوباية مية، المج العادي اللي هو المج اللي في المطبخ، نزلت عليه بمعلقة من الزيت. طبعا مش هننسى رشة الملح على الدقيق، وثلاث كوبايات من الدقيق. انا هعمل اقل من نص كيلو، بس انت لو هتعملي كمية كبيرة عادي تضاعف الكمية بتاعتك، بس تمشي بنفس الخطوات. هتبدأي تعجني عجينة السمبوسة بتاعتك كويس. عجينة السمبوسة هتحتاج مجهود منك شوية، يعني تعجنيها، لو انت هتعجنيها على ايدك تعجنيها حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة. وكمان بتكون العجينة بتاعتها يابسة ما بتكونش طرية، فراعي الحتة دي عشان لما تيجي تشكليها تتشكل معاكي بسرعة وما تتلسكش معاكي. وبعد ما تعجني العجينة هتسيبيها حوالي 15 دقيقة ترتاح في مكان كده، مش هتتخمر، هي ترتاح بس. بعد ما ريحنا العجينة بتاعتنا هتحطيها طبعا على الرخامة بتاعتك، وهتبدأ تفرديها على شكل رول زي ما انت شايف. معاكي ميزان تقدر توزني بيه الكور بتاعتك ماشي، مش معاكي ميزان لو هتقدر تقطعي الكور بايدك وتخليها مقاس واحد ماشي. لو مش معاكي ممكن تستخدم الكواب المعيارية اللي انا استخدمتها دي. هتقطعيها على شكل كور، وهتخلي اللفة اللي هي التكفيلة بتاعت الكور من تحت على الدقيق. وهتبدأي بالنشابة او الفرادة اي حاجة موجودة معاكي، هتبدأ تفردي الكرات بتاعتك. طبعا قبل ما تفردي فيهم وتبدأ فرد فيهم هتسيبيهم يرتاحوا حوالي 3 دقايق او 4 دقايق عشان تبقى الفرد سهل بتاعهم. لو بدأتي فرد فيهم ولقيتيهم مش بتتفرد معاكي بسهولة، سيبها ترتاح حوالي دقيقتين 3، هتلاقيها تتفرد معاكي بسهولة خالص. تحطي طبعا رشة دقيقة كويسة من تحت عشان ما تلسكش بالرخام. وطبعا هي مش هتلسق، العجينة بتاعتنا كويسة ومخدومة كويسة وتخينة، هتتعامل معاك بسرعة، مش هتلسق منك ابدا. احنا شكلنا الثلاث كوبايات من الدقيق على هيئة 4 كور زي ما انتوا شايفين، واربع تاني، يعني 4 كده واربع تاني، وفضلت واحدة صغيرة. الاربع دول هنحطهم على بعضيهم، والاربعة التانية هيتحطوا على بعضيهم. هتخلي طبقين جنبيكي، طبق فيه زيت والطبق التاني فيه دقيق ونشا او دقيق بس المتواجد عندك. هتدهني كده وش الفطيرة بتاعتك كويس خالص بالزيت، مسحة كده محترمة من الزيت، ورشة من الدقيق والنشا عشان الطبقات بتاعت الفطيرة تخلى من بعضيها. هتجيب الفطيرة بتاعتك على الناحية اللي دهناها زيت، وهتحطيها على الفطيرة التانية على الناحية برضو اللي مدهونة زيت، يعني النواحي اللي مدهونة زيت هتبقى قصاد بعديها. وهتجيب الفطيرة التانية عليها، وهكذا هتعمل كمية الفطير كله بالشكل اللي احنا عملناه ده. هتبدأ بقى تفرد الفطيرة بتاعتك. في الأول تحسيها إن هي مش بتتفرد معاكي، بس بعد ما تفردي فيها طوال هتحسي إن هي تتفرد معاكي بسهولة خالص. فراعي الحتة دي في الأول، يعني من الزيت والدقيق والنشا اللي احنا حاطينه. بس بعد كده تلاقي إن الشبة خلاص سلكت فيها، وهتفردها لك بسرعة. من فوق السطح، من فوق الفطيرة كده هتحطي رشة من الدقيق والنشا عشان تتفرد معاكي بسرعة. وحاولي طبعا وانت بتفرديها ان طبقات الفطيرة، الأجزاء بتاعت الفطيرة كلها تكون زي بعضيها، يعني ما تكونش حتة عالية وحتة واطية، أو حتة انت سويتيها والحتة التانية ما سوتش. راعي انك الفطيرة كلها تكون زي بعضيها. هتساوي الأطراف بالسكينة، وهتحطي صاج أو الصينية على البوتاجاز، وبعد كده تحطي الفطيرة بتاعتك. وبعد ما تحطيها تهدي النار، يعني النار هتبقى وسط، لا هي عالية خالص ولا هي واطية خالص. وتراعي ان هي ما تاخدش، يعني خلي بالك منها انك انت تقلبيها كل شوية والتاني. لما تاخد صدمة من تحت تبدأ تقلبيها على الناحية التانية، تفضل تقلبي فيها من الناحية دي والناحية دي لحد ما تستوي معاكي خالص. بالمعلقة اللي في ايدك دي بتفضل تدوسي على الفطيرة عشان الطبقات بتاعت الفطيرة تطلع والتوريقات تطلع. مش هتاخد معاكي وقت، ولما تلاقيها خلاص بدأت، خلاص الورق التوريقات خلاص خلعت، هتنزليها من على النار. هتكوني مجهزة فوطة جنبيكي هتحطيها فيها على طول. الطبقات اللي تلاقيها نشفت شوية دي، مجرد ما تتحط وسط الطبقات أختها هتلاقيها خلاص طريت وبقت زي العسل. أهم حاجة كده بس ما تتعرضش للهواء كتير. هعمل التانية بنفس النظام، هتفرديها برضو كده، وهتخلي برضو كلها زي بعضيها، الجوانب لا حتة عالية ولا حتة واطية. هتسويها وهتحطيها على البوتاجاز، مش هتاخد منك وقت ابدا. الصغيره اللي انا قلت لكم عليها هي اللي فرقت في الفطيره، بس مش هتعمل اي حاجه معايا وانا بقطعها. لازم برضو ما تعرضهاش للهواء.
ودي خلاص طبقات الفطيرة بعد ما طلعت، اللهم صل على النبي، شايفين يعني بصوا ايدي باينة منها ولا غلطة. هتبدأ تقطعيها بالتساوي، هتقطعي اول حاجة جزء كده وبعدين هتبدأي تساوي عليه. والاجزاء اللي هتطلع دي من الفطيرة احنا ما نرموهاش، الاجزاء اللي طلعت هي احنا ما نرموهاش ابدا، هنستخدمها في وصفات تانية حلوة كده. خلاص الفطير بتاعنا كده جاهز انك انت تلفيه. هتبقي سمبوسة في ايدك وهتعمليها على شكل مثلث، هتبقى عاملة معاكي زي كده زي الجيب، هتحشي فيه الحشوة اللي انت عايزاها زي ما انتوا شايفين كده على هيئة مثلث. هيعمل معاكي زي الجيب كده، هتحشي فيه الحشوة، اي حشوة انت بتفضليها وبتحبيها حطيها فيها، لحمة مفرومة، كنت تحشيها جبنة، اي حشوة انت بتحبيه وتفضليه حطيه فيه. وبكده خلاص فيديو السمبوسك يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بس لو عجبك الفيديو متنسش لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم على خير بإذن الله.